هذا يا جماعة الخير شاب عمره تقريبا 15-16 سنة، كان يعيش في البادية في العراق، وقرر انه يروح لبغداد يطلب فيها العلم ويطلب فيها الرزق. العمل متوفر في بغداد اكثر من البادية، الفقر ومثل ما يقولون اخواننا السوريين التعتير. فراح لبغداد. لما وصل لبغداد اول شيء يدوره سكن، فبحث له عن سكن ولقى له غرفة للإيجار، غرفة متواضعة يعني، استأجرها. طبعا الأجرة بالشهر. كان هذا الشاب عنده هدفين مثل ما قلنا، الهدف الأول طلب العلم، والهدف الثاني طلب الرزق، وعنده أهل فقراء في البادية فمو يساعدهم ويرسل لهم أموال. بحث عن عمل ولقى له عامل يشتغل من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر بالأجرة، ويقسم الأجرة هذه 3 أقسام. قسم يعطي الإيجار، وقسم لمعيشته هو، معيشة حافة يعني معيشة في غاية الفقر، وقسم قليل يرسله لأهله. فكان على هالحال فترة وهو على هذا الحال. كان يسوي حركة جميلة، كان يشتغل من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ومن بعد الظهر يبدأ في طلب العلم في بغداد والتردد على العلماء والفقهاء. تأخر 3 شهور ما قدر يدفع الإيجار. صاحب السكن قال له: أنا ماني فاتح السكن خيري، ولا فتحته من أجل أني أسكن فيه الفقراء، لازم تدفع لي الإيجار، وأنا بعطيك مهلة 3 أيام. إذا ما دفعت لي الإيجار في اليوم الثالث بشتكيك عند السلطان وياخذ حقي منك ويسجنك. هذا الشاب راح يبحث عن عمل، ما بقى مكان ما راح له، راح لديوان الخراج، راح لديوان الشرطة، ما بقى مكان ما دور فيه عمل ما لقى. في اليوم الثالث من المهلة كان يمشي هائما على وجهه في بغداد، يمشي 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 ضايق صدره. ترى الواحد يا جماعة الخير لا ضاق صدره حد أمرين: إما يأكل إذا كان الله منعم عليه يأكل من ضيقة الصدر، ولا يروح يتمشى. وهذا حال الناس الفقراء واللي وضعهم تعبان مثل حالتنا. فالذي حصل أن هذا الشاب اللي هو يحيى بن هبيرة راح يمشي 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 حتى وصل أطراف بغداد، يعني بعيد، فأدركه التعب. فلقى بيت كذا قديم، فتسند على بابه يريح، فانفتح الباب، وإذا بالداخل وقعت عينه، وإذا به شايب كبير في السن نايم على سرير منهك. هذا الشايب فقال الشايب: حياك الله يا ولدي، حياك الله، سبحان اللي جابك لي، تعال تعال. فدخل يحيى بن هبيرة: السلام عليكم. وعليكم السلام. وإذا الرجل في الرمق الأخير، الرجل كبير في السن ومنهك. فقال له: يا ولدي. قال: نعم يا عم. قال: أبي عنب، مشتهي عنب، جيب لي عنب يا ولدي. قال: أبشر أبشر يا عم أبشر. ثم انطلق يحيى بن هبيرة إلى السوق، ما معه شيء، ضعيف. فجاء عند صاحب الخضار، قال له: عندك عنب؟ قال: عندي عنب. قال: عطني قطف عنب. بكم؟ قال: بدرهم. قال: خذ ثوبي هذا، وخلع ثوبه وبقى بالملابس الداخلية. خلع ثوبه وقال: خذ ثوبي هذا، خلع عندك وديعة حتى أجيب لك الدرهم. فرضي صاحب الخضار، أخذ العنب واتجه للرجل الشايب في البيت. دخل عليه وإذا الشايب على حاله على السرير، مريض تعبان. أعطاه العنب. يقول: أعطيته العنب وأنا مشتهيه، أعطيته العنب وأنا محتاجه، أنا وضعي تعبان. يقول: فأكل العنب ما أبقى حبة، ثم قال لي: يا بني. قلت: لبيك آمر. قال: شفت الزاوية هذه؟ روح احفر فيها. يقول: رحت حفرت 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 حتى طلعت لي جرة مليئة بالذهب.
قلت قد وجدت جرة مليانة بالذهب. قال هي لك، هي لك يا بني، ولها قصة، تعال خلي أقص لك القصة. يقول قلت تفضل يا عم. قال يا ولدي من سنين طويلة